هعمل معاكم النهاردة كحك العيد الدايب دوب، وحطوا تحت كلمة الدايب دوب دي 20 خط. شايفين شكل الكحك روعة. هعرفكم النهاردة كل حاجة عايزين تعرفوها عن الكحك، واي مشكلة بتقابلكم في الكحك ازاي تفادوها، وهقول لكم كمان كيلو الكحك بيطلع قد ايه، والتسوية وازاي تحفظوها. كل حاجة بتدور في خيالكم عن الكحك هعرفها لكم ان شاء الله في الفيديو ده. هسمي الله واجيب معايا كيلو دقيق. ركزوا معايا كويس عشان مش هاخد الكيلو كله، هنخله كده الا كوبايه ونص. يعني خدت كيلو دقيق الا كوبايه ونص، الكوبايه ونص دي هنشيلها وهحط بدلها نشا. وما تستغربوش النشا هنا هتخلي معايا الكحك ناعم ودايب. بصوا هتحسي كده ان انت بتاكلي حاجه ممتعه. حطيت عليه معلقه صغيره ريحه كحك ومعلقتين سمسم ورشه ملح وقلبته. حلو الكلام حلو الكلام. هتقولوا لي يا امان طب عايزين نزود السمسم، هقول لكم ما تزودوش السمسم. السمسم لما بيزيد هيخليكي ما تتحكميش في نقشه الكحك وهيبوظ النقشه. يعني هي دي بس مشكلته. فما بنزودوش قوي عشان نتحكم في النقشه. برطمان السمنه اللي انا وريتها لكم دي سمنه جاموسي. وزن البطرمان 500 جرام. خدت بطرمان كامل ومعلقتين كبار عشان انا عامله الكحك النهارده ب 550 جرام. زي ما قلت لكم دايب دوب. سخنت السمنه كويس قوي وقدحتها على النار من غير ما لا تغمق ولا تدخن. وخلوا بالكم قوي من التكه دي، عشان السمنه لو غمقت او دخنت يعني كل حاجه هتحس ان انت رميتي كل حاجه في الارض. وانتوا شايفين المكونات غاليه ازاي، يعني الواحد مش حمل انه يعمل حاجه وتبوظ منه نفسيا وماديا وكل حاجه. وبصوا لما جيت حطيتها ما حطيتهاش في النص، حطيتها على الدقيق كله، لان لما بتنزلوا في النص اللي في النص بس هو اللي بيتحرق، وبقيه الكحك ما بياخدش السمنه كده. فاحنا بنرش السمنه على طبق الدقيق كده كله، في الحروف وفي النص وفي كل حاجه. من اهم التكات برضو الكحك ما بيتعجنش خالص. لو مركزين انا مش مستعمله العجان خالص النهارده، يا دوبك بس بصوا ببس في ايدي. وخطوه البس دي اللي بين ايديا دي بعملها قبل الميه والخميره. بسيته بايدي كويس قوي، وبعد كده نزلت عليه بكوبايه الا ربع ميه، معلقه كبيره خميره ممسوحه، معلقه كبيره سكر. هتحسي في الاول ان العجينه بقت زي الشوربه كده، ولا يهمك ولا تزودي نقطه دقيق. هتفضلي تلمي بصوابعك كده لم فقط بدون عجن لحد العجينه ما تلم معاكي. واغطيها بكيس تلاجة ترتاح بس ربع ساعه، عشان احنا عجنا وبسنا الدقيق كده، فربع ساعه بس تريح. انا بوريكم العجينه هنا بعد ربع ساعه عامله ازاي. عجينه طريه جدا ناعمه جدا بس بتقطم. شايفين ما بتمطش بتقطم. ده القوام المظبوط لعجينه الكحك، ناعمه جدا بتقطم. شايفين؟ هعمل برضو اختبار. بصوا كورتها كده وبصمت بايدي، طالما ما شققتش يبقى العجينه كده ممتازه وكميه السوائل كويسه وكل حاجه فيها مظبوطه. كوروها بقى بالحجم اللي يريحكم. انا ما بحبهاش كبيره قوي، يعني بحبها متوسطه كده. شايفين ما شاء الله التبصيمه واضحه ازاي. طالما التبصيمه واضحه كده لما تدخل الفرن بصوا زي ما دخلت زي ما خرجت. شايفين ما شاء الله السوا وشكل الكحك ولونه عامل ازاي، ما شاء الله روعه. السوا دخلته الفرن في الرف المتوسط على 180، قعد معايا بالظبط نص ساعه. اول ما بيطلع من الفرن ما بحركش الصاجات خالص لمده نص ساعه، عشان بيبقى طالع دايب مش عايزاه يتكسر معايا. بعد كده بلم الكحك كله بضمه في الصواني كده وبرش عليه السكر البودر. حد هيقول لي طب احنا عايزين نعجن بلبن، هقول لكم لا ما تعجنوش بلبن، اللبن بينشف الدقيق. وما تكتروش برضو كميه السوائل، هي كوبايه الا ربع وممكن اقل كمان شويه، والميه تكون دافيه. شايفين ما شاء الله كل الكميه دي من كيلو دقيق. عايزه اقول لكم ان كيلو دقيق في الوصفه دي طلع معايا كيلو 700 جرام. احلى وانضف وضامنه النظافه والجوده وضامنه السمنه وكل حاجه. والطعم بجد روعه. هتجربوا الكحك بالطريقه دي وهتدعوا لي، لانه بجد طعمه حلو جدا.